بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه سهله وسريعه من غير وقت ولا مجهود، وفي دقايق هتكون خلصانه معاكم. بجد من الحاجات الحلوه والسهله والسريعه اللي تقدروا تعملوها. وكمان داخل علينا شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تقدروا تحفظوها لوصفات رمضان وتعملوها من الحاجات الحلوه اللي بنعملها في رمضان. هنبدأ نجهز الوصفة بتاعتنا. معايا هنا دولت 10 حبات من الفراولة، غسلاهم كويس جدا ومقطعاهم كده مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نجيب الكوبايات بتاعتنا او الكاسات بتاعتنا. هوزع فيهم قطع الفراولة. الكمية طبعا تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين. انا هنا دولت 10 حبات، والعشرة وزعتهم على الكوبايات كده كلها زي ما انتوا شايفين. بعد ما وزعنا كده كمية الفراولة على الكوبايات، هنسيبها بقى كده على جنب ونبدأ نجهز الجيلي بتاعنا. معايا كيس هنا من جيلي الفراولة. استخدمت كيس واحد بس، وكمان استخدمته زي ما هو، ما ضفتش عليه سكر. السكر هنا حسب الرغبة. لو عايزين تضيفوا معلقتين او معلقة سكر مع الجيلي براحتكم، السكر اختياري. انا اكتفيت بالسكر اللي موجود في الجيلي. نزلت عليهم بكوباية من المية السخنة المغلية. هدوب كده الجيلي مع المية السخنة لحد ما يدوب معايا خالص. وبعد ما داب معايا هنزل عليه بكوباية مية ساقعة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض. خلاص كده الجيلي كده داب معايا وبقى شكله كده. هسيبهم على جنب وابدا اكمل باقي الوصفه بتاعتي. معايا هنا حبتين من الموز. هقشرهم واقطعهم شرايح رفيعه. الفاكهه او الفواكه اللي انا استخدمتها انتوا تقدروا تستبدلوها باي نوع فاكهه عندكم. ممكن تستخدموا التفاح، البرتقال، لو عندكم قطع من المانجا اللي موجود ومتوفر عندكم حطوه. انا حطيت هنا موز وقطعته كده شرايح رفيعه، وما قطعتهوش في الاول مع الفراوله لان احنا عارفين ان الموز من الحاجات اللي لونها بتسود بسرعه او لونها بتغير بسرعه. فانا ما رضيتش اقطعها في الاول مع الفراوله. جهزت الجيلي وقلت انزل عليها قطعت الموز وانزل عليه بقى بالجيلي على طول عشان لونه ما يغيرش معايا. وزعت برضك كده الموز على الكوبايات بتاعتي. هنزل بقى كده بالجيلي، يا دوبك الجيلي يغطي الفواكه. مش هملي الكوبايات على اخرها لان لسه في خطوه تانية هنعملها مع بعض. بعد ما وزعنا بقى كده الجيلي كده على الكوبايات بتاعتنا، هدخلها بقى الفريزر او التلاجة بتاعتي. مش هتقعد اقل من نص ساعة لحد ما الجيلي يتماسك. هنبدأ نجهز الخطوة التانية بتاعتنا. معايا 3 كوبايات من الحليب او اللبن. هنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر. هحط عليهم كيس من الكريم كراميل. ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا. ومعايا كمان 3 معالق كبار من بودرة الكاستر. هنقلبهم كويس جدا مع بعض كده على البارد لحد كده ما الكاستر والسكر وكلهم يدوبوا مع الحليب. لازم ندوبهم الاول كلهم على البارد كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات او فيه اللي هي بودرة الكاستر باينة في الحليب. بعدين رفعتهم على النار تقريبا 10 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما وصلت معايا للون ده والقوام اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها تقريبا 10 دقايق بس درجة الحرارة بتاعتها تهدى شوية، لان لو نزلت عليها على الجيلي على طول الجيلي هيسيح معايا والوصفة هتبوظ معايا. فهنسيبها تهدى شوية، ما نحطهاش على طول اول ما نرفعها من على النار. وهنبدأ بقى نملى الكوبايات بتاعتنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما اخلصها هدخلها برضك التلاجة حوالي بقى 10 دقايق او ربع ساعة كده. هتكون جاهزة معايا. هزينها كمان بشرايح من الفراولة. هي كده خلصانة. لو عايزين كمان تحطوا كده تزينوها كده بالفراولة زي ما انا عملت، برضو ترجع ليكم. بجد بنات من الوصفات الحلوة جدا السهلة والسريعة. في دقايق هكون خلصانة معاكم. كمان لو عندكم اطفال هيحبوا الوصفة دي جدا. لو جاي لكم ضيوف ومش عاملين حسابكم في اي حاجة حلوة، شوية فراولة وشوية لبن في ثواني خلصت معاكم وبقى عندكم أحلى تحلية سهلة وسريعة. كده خلاص أنا خلصت الوصفة بتاعتي. جربوها بنات وقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم قولوا لي رأيكم فيه.
وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.